لكن اللي قاله أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق والمدرب السابق لكثير من الأندية المصرية واللي للأسف معتمد كإعلامي في كل القنوات المصرية واللي بيشغل منصب المسؤول في لجنة التخطيط في نادي الزمالك، اللي قالوا من إهانات للاعبي الأهلي على الهواء في قناة سعودية ده يستوجب الطرد النهائي من أي عمل إعلامي أو رياضي في مصر. اللي زي ده لازم يعيش مذلول في بلد 80% منها بيشجعوا النادي اللي هو أهانه. إنما اللي زي ده القنوات المصرية مفتوحة له ترضعه طالما ضد الأهلي، طالما تطاولوا إهاناته للأهلي. يبقى مش هتجد غضاضة عند المسؤولين في مصر، مش هتجد غضاضة أبدا عند خالد عبد العزيز اللي قلعوه البيجامة ولبسوه البدلة والكرافتة ورجعوه للتلفزيون علشان يضم مجموعة من أصدقائه الصيع المحيطين بيه ويدوله لجنة تمشي على هواهم وتحقق أهدافهم.